بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا النهاردة عن المندي اليمني. هنعمله كده بطريقة كده جميلة جدا. وبص ده الرز بتاعنا بقى خد بقى من الفراخ بتاعتنا. بصوا بقى شايفين بقى لونه عامل ازاي. ومش قادرة اقول لكم بقى على الطعم. ده كده الطبق بتاعنا اهو، وهقول لكم بقى على المقادير. اول حاجة بيكون معانا فلفل حصى، ومعانا كده كمان كزبرة حصى، معانا كمان كام عود من القرنفل، ومعانا حبهان كده مطحون، ومعانا كام ورق من ورق الغار، واتنين لومي، ومعانا كمان عود من عود القرفة. اول حاجة بجيب حلة، والحلة دي لازم هتخش معايا الفرن، فلازم تكون حلة هتدخل الفرن. بحط فيها معلقة من الزيت وقطعة من الزبدة، وبنزل على طول ببصلاية كده مفرومة ناعم. بدي كده تشويحة للبصلاية، وبنزل بقى بعود القرفة والورق اللورا واللومي والرشة بتاعت الحبهان، وكمان القرنفل وحب الفلفل الحصى والكزبرة. هنا بقى انا بدي تشويحة كده مع قلب البصلاية. عايزة النكهات بتاعت الاعشاب بتاعتنا كلها بقى تبتدي كده ايه تخرج كده وتطلع الريحة بتاعتنا. مش قادرة اقول لكم بقى على الريحة كده طالعة جميلة جدا. هنا كمان هنزل بفص توم كبير كده سليم زي ما هو، ما بيتقطعوش خالص. وهنبتدي بقى كده نشوح لحد ما احس ان البصله ابتدت بس تلون معانا كده لون ذهبي خفيف، ما تحمريش جامد خالص. خلاص. في الوقت ده بكون انا غاسله الرز اللي هو الرز البسمتي اللي هو الحبه الطويله. بكون غسلاه كده 5 6 مرات كده غسله كويسه جدا. والرز هنا طبعا ما بيكونش منقوع خالص، يعني انا بغسله وبحطه على طول على البصلة بتاعتنا والاعشاب. هبتدي كده ادي بقى هنا تقليبة بس كله كده يختلط مع بعضه، وبدي رشة من الملح. خلاص. بعد كده لو حبيتي كمان تدي رشة كده بسيطة من الفلفل الابيض او الاسود مفيش برضو مشكلة. بعد كده ببتدي ان انا اطفي عليه النار خالص. وهنا بقى حطيت عليه 3 من الفلفل الحار، وده على حسب الرغبة. بعد كده بنزل بمية مغلية فوق الرز. وهنا بحط بقى المية فوق مستوى الرز ب3 عقل صباع، يعني 3 عقل صباع بالظبط، يعني 3 سنتي فوق مستوى الرز. هبتدي بقى اجهز لخلطة الفراخ. معايا معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة كبيرة من الفلفل الحلو اللي هو البابريكا، ومعايا كمان نص معلقة من الكركم، وكمان معانا هنا نص معلقة من لون الزعفران. وبحط هنا معلقتين كبار من الزيت عباد، وبحط هنا كمان معلقتين كبار من زيت الزيتون. هبتدي كده اقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض كده تقليبة كويسة. هضيف لها كمان معلقة من زيت الزيتون. وخلاص الخلطة كده معانا دي كده بقى الفراخ، طبعا احنا غاسلينها كده ومنضفينها وحاطينها في محلول النقع، وسبتها لما صفت من المية خالص. ببتدي بقى اجيب كده الخلطة اللي احنا عاملينها، وهبتدي ادعك الفراخ كده دعكة كويسة. بدعك العظم كده باللحم بالجلد بكل الجوانب، ما بسيبش حتة فيها الا لما اديها كده دعكة كويسة جدا. مش قادرة اقولك ان الخلطة دي فعلا جميلة جدا، وتسوية الفراخ بالخلطة دي في منتهى الجمال. خلاص ببتدي كده ادعك، وبحاول كده ادخل ايدي كده من عند اللحم كده من جوه ما بين اللحم والجلد. بدخل كده صوابعي واحاول ان انا ادعك الفرخة من كل الجوانب كده زي ما انتوا شايفين. خلاص. بحاول كده افتح واحاول كده ادخل وكده. طيب في خطوة بقى مهمة، الصدر هنا ببتدي كده اشقه كده زي الساندوتش كده بالظبط، يعني فتحة كده بسيطة. عايزة ادخل الخلطة بتاعتنا كده في جوه الصدر كده من جوه عشان يتشرب كده ويتطعم، ويديكي طعم حلو جدا وانت بتاكلي بقى حته النسيره كده بتاعه الفراخ. بصي بقى دخلنا كمان هنا كده الخلطه اهي، وابتدي كده اسيبها وهعمل نفس الطريقه في الجزء التاني من الفراخ. هبتدي كده ادعك العظم وفتحها اهو زي ما انتم شايفين. خلاص هبتدي كده اديها دعكه كويسه جدا. شايفين بقى اللون عامل ازاي في ايدينا والفراخ بقت عامله ازاي في منتهى الجمال. دي بقى حته كده باقيه من الخلطه بنزلها عليها، وهدعك بقى ايه الفراخ كده دعكه كويسه. هنيجي بقى للحله بتاعتنا اللي احنا كنا حاطين فيها الرز كده والميه. هبتدي ان انا احط كده فرخ من الورق الفويل
ماشي، هاحط واحدة بالطول وواحدة بالعرض، يعني أنا كده باقفّلها الحلة بتاعتنا كده جامد، عشان هي هتستوي على البخار بتاعها كده خالص، لأن أنا هادخّلها الفرن. بعد ما حطيت فرخين من اللي هو القصدير، بابتدي إن أنا كمان هاجيب بقى كده السكينة وأعمل فيها ثقوب، يعني هاعمل فيها فتحات عشان اللي هينزل من الفراخ يبتدي ينزل على الإيه، ينزل على الرز. حطيت أنا عندي هنا شبكة على الحلة كده حطيتها، وابتدي إن أنا أرص هنا الفراخ. طبعًا ما عندكيش الشبكة دي تقدري تحطي ورق زبدة وتحطي الفراخ عليها على طول. خلاص، هنا بقى كان باقي عندي بقى حبة من السوايل كده نازلين من الفرخة، ابتديت إن أنا أضيفهم كده إيه عليها، وعندي بقى هنا فحماية مولعاها زي ما أنتم شايفين، هابتدي أحط عليها بقى رشة من الزيت. بعد كده هاجيب ورق الزبدة وهابتدي أغلف بقى كده الحلة كده من كل الجوانب الفراخ بالحلة كويس. بعد كده باغلفها بالقصدير زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، وهدخلها بقى كده الفرن. هدخلها على فرن حار، بحطها على الشبكه، يعني ما بحطهاش على الارضيه على طول بتاعه الفرن، بحطها على الشبكه واسيبها كده لمده ساعه لحد ما تبتدي بقى تستوي. وكده بقى الفراخ لو حسيتي ان الفراخ بتاعتك ما اتحمرتش قوي، ممكن بقى ترجعي تاني الفراخ تتحمر وطلعي بقى ايه الرز. بس بصراحه هو طلع كده اللون معايا حلو والحمد لله. وبص بقى انا هشيل بقى كده ادي القصدير من على الحله. بصوا كل الأعشاب بتاعتنا طلعت بقى كده من فوق. هاجيب أنا كده بقى معلقة وهابتدي بقى أشيل كل الأعشاب اللي محطوطة دي، يعني هاشيل بقى الورق اللورا واللومي والقرنفل، كل حاجة كده هابتدي أشيلها، حتى الفلفل كمان هابتدي كمان إن أنا أشيله. هابتدي بقى أجيب كده المغرفة بتاعتي كده وهابتدي إن أنا أقلب بقى عشان أوريكي بقى اللون بقى معانا عامل إزاي. بصي بقى اللون بقى كده، شايفين الرز كمان مفرفر معانا ازاي يا جماعة؟ شايفين مش قادرة اقول لك الرز بقى مستوي في منتهى الجمال، وواخد بقى من الصوص بتاع الفراخ اللي نازل بقى منه. احلى مندي بصراحة والله هتاكليه هيعجبك جدا، ولو قدمتيه كمان في عزومات رمضان يا جماله. دي كانت حلقتنا النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.